السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مشاهدي قناة كركوك الفضائية، وأهلا وسهلا بكم في الحلقة الأولى من برنامج بصراحة معي أنا عمار الصالحي. سيكون محور الحلقة الأولى من هذا الأسبوع في برنامج بصراحة حول كركوك، وكركوك إلى أين، مع الأزمات التي تتوالى على كركوك والتي تشهدها كركوك. سوف نناقش كل هذه الأمور مع ضيفي العزيزين، السيد عزام الحمداني القيادي في تحالف عزم. حياك الله واهلا وسهلا بك ضيفا عزيزا علينا في قناة كركوك الفضائية. اهلا وسهلا بك سيد العزيز. ايضا ارحب بالسيد سوران الداودي عضو الاتحاد الوطني الكردستاني. حياك الله سيد سوران واهلا وسهلا بك. حياك الله، شكرا جزيلا. خليني ابدي وياك سيد عزام. كركوك تشهد أزمات وتتوالى الأزمات على كركوك، ودائما ما يترقب الشارع الكركوكي بانفراجة قريبة ليكون الوضع أكثر استقرارا واستتباب في مختلف المجالات، سواء كانت أمنية، سواء كانت اقتصادية، سواء كانت سياسية. هذه الأزمات تنعكس بشكل عام على الشارع في مجمل محافظة كركوك، من ضمنها الانتخابات، من ضمنها بعض التدخلات الخارجية، أيضا من ضمنها بعض النقوصات من الحكومة الاتحادية تجاه محافظة كركوك، هذه المحافظة الغنية اللي دائما ما نسميها بالعراق المصغر. بدءا تحية طيبة لك، وأيضا شكر موصول لمشاهدي قناتكم الكريمة، وشكر خاص للسيد سوران صديقي العزيز. يعني لا شك عندما نتحدث عن كركوك نتحدث عن مدينة، وهذه المدينة طالما كانت هي مدينة أعراق ومدينة مكونات. نعم. كركوك لا يسكنها قرار اجتماعي واحد، فيها قرار اجتماعي عربي، وقرار اجتماعي كردي، وقرار اجتماعي تركماني، وحتى قرار اجتماعي مسيحي. يضاف إلى ذلك بأن تلك البيوتات الاجتماعية تنتمي إلى قوى والأحزاب السياسية تتمثل بوجود قرارات سياسية في كركوك. وبالتالي أعتقد عدم قدرة هذه المحافظة أن تندمج في بوتقة اجتماعية سياسية موحدة نتج عن هناك اختلاف في الرؤية فيما يتعلق بوضع كركوك الإداري وبوضع كركوك أيضا الجغرافي. لطالما نحن حرصنا منذ عام 2003 كمكون عربي ومعية القوى والأحزاب السياسية العربية أن نعمل على جعل كركوك مدينة عراقية بامتياز، مدينة بعيدة عن أي انتماءات عرقية، مدينة بعيدة عن انتماءات عقائدية وحتى حزبية، حتى نكون قادرين على خلق نموذج وطني، على اعتبار أن حالة كركوك حالة معقدة وصعبة، وبالتالي حالة التوافق يجب أن تكون حاضرة في كركوك. لا شك عامل غياب الثقة السياسية وعامل الخوف المترسخ في ذهنية المواطن العربي والمواطن الكردي والمواطن التركماني هي من تدفع بنا أن نجد إلى حل مشترك. بالتالي كركوك أيضا هي مدينة نفطية، وبالتالي هي محط اهتمام إقليمي ودولي. كركوك هي لا تختلف عن الحالة العراقية، مثلما هناك هشاشة في النظام السياسي العراق وهناك تدخلات دولية واضحة تتمثل تارة تدخل أمني، تارة تدخل اقتصادي، تارة تدخلات سياسية. بالتالي أيضا كركوك هي شبيهة بالوضع العراقي، وممكن أن نقول أن كركوك هي عراق مصقر عن الوضع بشكل عام. نعم، أكيد سوف نتطرق معك إلى كل ما ذكرت بمحور تلو المحور الآخر، ومثل ما ذكرت جنابك بأن كركوك ليست بمنأى عن الوضع السياسي العام في العراق. خلينا أنتقل إليك سيد سوران. تحدث في نقطة مهمة سيد عزام حول الخصوصية لمحافظة كركوك، كونها تتمتع بأعراق وقوميات مختلفة وهي عراق مصغر. بالتالي يجب أن تكون في وضع معين وخصوصية معينة لدى الحكومة العراقية بشكل عام. إلى أي مدى ممكن هذه الخصوصية أن تحل من مشاكل كركوك؟ بداية شكرا جزيلا على الاستضافة، وأيضا أرحب بزميلي والأستاذ عزام الحمداني. حقيقة كركوك صحيح لديها خصوصية، ولكن هذه الخصوصية ليست يعني مقتصرة على كركوك فقط. نعم. نحن لدينا في العراق محافظات أخرى نفس شكل كركوك مثلا، ولكن ليست فيها مثل مشاكل كركوك. مثلا الموصل،
أو لنقل لمحافظة نينوى. يعني محافظة نينوى أيضا ذات تشكيل مكوناتي: كردي، عربي، تركماني، يزيدي، مسيحي، يعني شبكي، من كل الطوائف والمذاهب. لكن تأثير المشكلة في كركوك هناك صراع سياسي قوي. أنا أعتقد بأنه مثل ما أشار في كلام الأستاذ عزام، هناك أعتقد أن التدخل الأقليمي هو من يؤجج الأوضاع السياسية والأمنية في كركوك. هذا من جهة. وثاني الجهة الثانية، المشكلة هذا الوضع السياسي خلق نوع من عدم الثقة بين، حتى وصل إلى على المستوى الجماهيري. يعني في السابق كنا في كركوك، خاصة في داخل مدينة كركوك، كنا نرى مناطق مختلطة. الآن هذه المناطق المختلطة يعني تقريبا لم تعد موجودة. هاي الآن يمكن لنا أن نقول أن هذه المنطقة كردية، وهذه المنطقة عربية، وهذه المنطقة تركمانية. هذا يأتي من ماذا؟ يأتي من السياسة الخاطئة ومن عدم الثقة. يعني عدم الثقة يعني لأن كل شخص بدأ يشعر بأن انتمائه القومي هو هذا، الهوية القومية هي التي ستدافع عنه. وهذا كله أعتقد نتيجة شنو؟ مسألة المواطنة الحقيقية. يعني نحن في العراق بشكل عام ليس لدينا شعور بالمواطنة. المواطنة هو الانتماء الحقيقي. يعني أنت لديك انتماء قانوني هو عراقي، ولديك انتماء قومي هذا مسألة أخرى، هوية قومية. ولكن لديك أيضا انتماء قانوني، أينما ذهبت قانونيا أنت تذكر حسب هذا الانتماء. فأعتقد هذا أيضا أدى إلى أنه التدخلات الخارجية تكون أكثر والمشاكل تكون أكثر. يعني مشاكل كركوك ليست اليوم. يعني نحن ربما أنا أكبركم بالعمر. أنا أتذكر منذ الستينيات. يعني أنا أتذكر 67 أتذكر يعني بشكل جيد. أيضا كانت هناك مشاكل، حتى المشاكل مرات كانت تأتي على المستوى الشعبي، حتى بين العوائل، حتى بين يعني حينها كانت ربما الأحزاب قليلة، أحزاب عربية وأحزاب كردية. الأحزاب التركمانية كانت محذورة يعني في الستينيات. لكن أيضا كان هذا الصراع موجود. وبعد ذلك في السبعينيات رأيتم كان هناك صراع يعني على مدينة كركوك. والمشكلة على الصراع ليس على من، أنا أقول لو كان هناك صراع على من يخدم أكثر أهالي محافظة كركوك ربما كان هذا شيء إيجابي. ولكن الصراع على هوية كركوك بشكل أو بآخر هذا يخلق مشكلة. نحن لدينا قوانين ولدينا دستور، كان يمكن أن نلجأ إلى هذه القوانين وهذه الدساتير العراقية التي سنت بعد 2005 أعتقد الدستور العراقي. ربما كنا نصل إلى حلول. سوف نتطرق إلى المسائل القانونية سيد سوران. لكن سيد سوران أثار نقطة مهمة، وهي قد يكون هناك بعض المناطق أصبحت ذات صبغة قومية معينة في محافظة كركوك، وهذا الأمر شاهدناه في بغداد عندما أصبحت هناك صبغات طائفية، وأيضا نجد في بعض الأحيان صبغات قومية في هذه المحافظات. إلى أي مدى هذه الأحزاب التي تكونت أصبحت تذكي أو تغذي هذه الأفكار لدى الشارع؟ بالتالي هل يكون لهذه الأحزاب ارتباطات أو بعض الأجندات الخارجية، بالتالي هي تطبق هذه الأفكار حتى تستقطب الشارع لصالح القومية والتي سوف تكون أعلى من الهوية الوطنية؟ يعني لا شك هو بعد عام 2003 النظام السياسي في العراق تم تأسيسه على أساس الهوية العقائدية والهوية القومية. الهوية العقائدية لا شك تركزت في المناطق الجنوبية، والهوية القومية تركزت في المناطق الشمالية. نعم. بالتالي هذا التأسيس القائم على أساس الديمقراطية المفرطة، نعتقد أن ما يعيب النظام السياسي في العراق أن هناك ديمقراطية مفرطة، وبالتالي سلطة الأحزاب أصبحت أقوى من سلطة الدولة، وبتلك الأحزاب أيضا بدأت تعمل على تنفيذ أجندتها العقائدية والقومية، وبالتالي طغت على القانون العراقي. نعتقد ونجزم
بأن كلما كان هناك مساحة أوسع للقوى والأحزاب السياسية سوف تعمل على أن تستثمر هذه البيئة الرخوة، على اعتبار مثل ما أسلفت مثل ما هي كركوك مدينة عراق. أيضا العراق هو بلد عقائد وبلد أعراق، وبالتالي البيئة تمثل بيئة آمنة لنشوء مثل تلك الترسبات السياسية على أن تكون حاضرة في عموم المناطق العراقية. ليست كركوك مثل ما تفضل سيد سوران تعاني من تلك المشاكل. كركوك وإن عانت مشاكل قومية، لكن عندنا مناطق أخرى في محافظات أخرى تعاني من مشاكل عقائدية، وبالتالي أعتقد أن الدولة هي ضعيفة أمام تلك الأزمات. كلما كانت هناك حكومة وطنية قائمة على أساس الهوية الوطنية، كلما كنا قادرين على تأسيس لنظام عراقي جيد. مداخلة سيد عزام، الدولة تكون ضعيفة، الدولة هي تكوينة من؟ أليست هي تكوينة الأحزاب نفسها؟ يعني لكي نكون أكثر واقعية، منذ عام 2003 الدولة تدرجت. في بداياتها الأولى هي نتاج قوى وأحزاب سياسية، لكن بعد ما لاحظت الدولة وهي نتاج تلك القوى والأحزاب السياسية أنها أصبحت بعيدة عن الشارع، وأن أصبحت أيضا هي محط اتهام دولي. هناك تقرير السيدة جينيفا أسخارت والتي أشارت بشكل واضح بأن القوى والأحزاب السياسية التي نتج عنها نظام سياسي في العراق هي متهمة بالفساد، متهمة بالفوضى، وبالتالي يجب أن يكون لها خط أخير. نعتقد طبيعة تلك الشخصيات التي بدأت تختزل عن تلك القوى والأحزاب السياسية في إدارة الملف الحكومي، بدأت تعمل على إبعاد الدولة عن تلك الهويات الحزبية. على سبيل المثال هناك كثير من الشخصيات الوزارية والتي استلمت منصب رئاسة الوزراء عندما كانت في الأحزاب كانت تتبنى مشروع حزبي، ولكن عندما دخلت وعملت على استلام إدارة رئاسة الوزراء بدأت تتمرد على تلك القوى والأحزاب السياسية. نعتقد هناك تعاقب أجيال أم تعاقب أفكار؟ لا تعاقب أفكار، على اعتبار أن الفكر الحزبي هو لا يخدم الوضع السياسي بالعراق، وأيضا الفكر الحزبي هو متهم من الخارج بأنه يعمل بالضد من الدولة، وبالتالي هناك شخصيات لا نريد أن نسميها نجحت في إدارة الملف الإداري والأمني والاقتصادي على مستوى منصب رئيس وزراء، وبالعكس تمرد على تلك الأحزاب والقوى السياسية. نحن على ثقة تامة بأن الحكومة الحالية وعلى رئيس السيد محمد الشياع السوداني سوف يكون قادر على تبني مشروع وطني بعيد عن أي انتماء عرقي عقائدي. أنا أعتقد أن الأزمة تكمن في فلسفة الشخص الذي هو يكون رئيس وزراء، على اعتبار أن رئيس الوزراء هو القائد الأعلى للسلطة الأمنية وللسلطة الاقتصادية وللسلطة الاجتماعية وللسلطة الإدارية، بالتالي ويمتلك كل معطيات الحكم وفرض القانون. كلما كان هذا الشخص قادر على أن يتبنى فلسفة وطنية خاصة به بعيدة عن أي انتماء حزبي أو بعيدة عن خلفيات الحزب الذي كان ينتمي له، نعتقد سوف يكون قادر على إدارة الملف العراقي بشكل صحيح وبشكل وطني. نعم. وبالتالي نعول على هذه الحكومة، والتي نجد أنها هي أيضا فعلا أنها هي بعيدة عن أي انتماءات حزبية عقائدية عرقية، حتى نكون قادرين على الخروج من العراق من خانة الفوضى. سيد عزام، خليني أشارك هاي النقطة مع سيد ساران. أثارت نقطة الأيديولوجية. أيديولوجية القائد الحاكم تختلف من شخص إلى آخر. نعم. وبالتالي تنعكس هذه الأيديولوجية على تطبيقها لدى الحكومة العراقية. طيب سيد سوران، هل من الممكن الأيديولوجية تؤثر أكثر أم من المفترض أن نحكم بدستور ونحن دولة مدنية مؤسساتية، بالتالي مساحة الأيديولوجية للكاريزما السياسية تكون بصورة أقل، باعتبار نحن دولة مؤسساتية تخضع لضوابط قانونية؟ نعم، أعتقد أولا زمن الأيديولوجيات انتهت، يعني هذه انتهى، يعني نعم. نحن الآن يعني في عصر لا نلجأ إلى الأيديولوجيات. هناك دساتير كما أنت أشرت، يعني الدساتير والقوانين هي التي تحل يعني حل المشاكل وإدارة الأزمات لا تكون عبر الأيديولوجيا، لأن الأيديولوجيا هي فكرة مسبقة، هي فكرة كونكريتية لا تقبل التطور بأي شكل وبأي اتجاه وبأي يعني مساحة. أعتقد مسألة الدستور هي علاقة بين المواطن و يعني عقد يعني هو عقد بين المجتمع والحكومة أو الدولة. مثلا إحدى المشاكل نحن أنا أشرت في بداية حديثي إلى مسألة المواطنة.
يعني لأكون أكثر صراحة، أنا في حدود محافظتي، محافظة كركوك. يعني المواطن الكردي هكذا لنقول، المواطن الكردي عندما نقول له أنت مواطن عراقي، يعني السؤال الذي يطرحه إن كنت أنا مواطنا عراقيا، أين حقوقي التي ذهبت؟ مثلا في عهد النظام السابق تم مصادرة أراضي المواطنين الكرد. أنا لا أتهم المواطن العربي، ولكن أتهم نظام قام بهذا الشكل. المواطنون ليسوا يعني لا ذنب عليهم. الآن يعني وبعد مرور أكثر من يعني 21 سنة، أكثر من مرور من كل هذه السنوات، ما زال المواطن الكردي الفلاح الكردي يعاني. لم يعد إلى قريته، لم يعد إلى أرضه، ما زال يعني هناك تجاذب. يعني حتى الفلاح العربي يقول أنا استلمته من الدولة، والفلاح الكردي يقول أنا لدي هذا صك يعني ملكية الأرض. يعني على الحكومة، يعني كانت على الحكومة تطبيق مثل هذه القوانين من أجل أن يحس المواطن الكرديا كان، عربيا كان، تركمانيا كان، بأنه نعم هناك دولة أولا تحافظ على حقوقه وتحافظ، وأيضا تنير مستقبله وتخطط لمستقبله. يعني مثلا أنا ربما الكثير من السياسيين في مسألة مصادرة الأراضي، أنا لست مع أن نطرد الفلاحين العرب من هذه الأراضي وخلاص، لا، أنا مع أن يعاد حقوق الفلاحين الكرد، ولكن أيضا بالمقابل الفلاح الذي تم إعطاؤه هذا يعوض حتى تستمر الحياة. لأنه هذا الفلاح العربي سوف يشعر بالمواطنة، ويشعر بأن هناك قوة حقيقية، الدولة قوية والحكومة قوية، وهناك وتوجد وتوجد آليات. نعم. وأيضا بالنسبة لي، وهذا سوف لا يؤدي إلى هذا الصراع. ربما سنصل يوما ما إلى أنه أنا الكردي أصوت على أساس برنامج لحزب، هذا الحزب كان أيا كان، أو المواطن العربي يصوت لحزب كردي على أساس البرنامج، لأنه هذا البرنامج هو يفيد هذا الحزب. عندما نصل إلى أنه هذا الإنسان يشعر بأن حقوقه مصانة وتمت إعادة حقوقه، وبأن القانون يطبق. الكثير من المسائل الدستورية لحد الآن مهملة وغير نعم. خليني أربط الكلام مع سيد سوران معك سيد عزام، أثار إلى مسألة عدم الثقة. بالتالي نحن نعيش ما بين السياسيين، وحتى أصبحت مع الأسف مع بعض المكونات هي أزمة ثقة. هل أزمة الثقة هذه الذي نتحدث عنها هي من أخرت تشكيل الإدارة المحلية في محافظة كركوك لغاية الآن؟ يعني لا شك فعلا، يعني عامل الخوف وعامل غياب الثقة السياسية هي كانت السبب الرئيسي في أن لا تكون هناك حكومة في محافظة كركوك. يعني على سبيل المثال قرار المكون العربي منذ عام 2003 بالحد عملية فرض القانون، نعم. كان ليس له حق، يعني كان مهمش أمنيا وإداريا واقتصاديا. بالتالي هناك فكرة بدأت تترسخ في ذهنية المواطن العربي بأن يجب بأن منصب المحافظ بدأ ينظر على المنصب المحافظ الحالي بكونه عربي أنه هو المدافع عن العرب. بالتالي هذه الثقافة التي ترسخت لدى المواطن فيما يتعلق بالخوف وإيجاد حل بأن وجود محافظ عربي يؤمنهم من الخروقات السابقة دفعت بهم أن يتمسكوا بنصب المحافظ. أيضا صوت الجماهير في كركوك أقوى من صوت الجماهير. على سبيل المثال المكون العربي متمسك بمنصب محافظ كركوك، وإن ضحت الأحزاب العربية بمنصب المحافظ للقرار السياسي الكردي أو القرار السياسي التركماني سوف تتهم الأحزاب العربية بأنها خانة وعميلة. كذلك أيضا الشارع الكردي، إذا القرار السياسي الكردي والأحزاب الكردية ضحت بمنصب المحافظ لصالح العرب سوف تتهم من قبل الجماهير الكردية بأنها أحزاب خائنة وعميلة. وكذلك المكون التركماني إذا ضحوا بمنصب المحافظ لغير التركمان أيضا سوف تتهم القيادات التركمانية بأنها أحزاب خائنة وعميلة. نعتقد معادلة الشارع بدأت تصبح أقوى من معادلة القوى الأحزاب السياسية. لو ترك الأمر في اعتقادي للقوى الأحزاب السياسية قد تجد حل مشترك، على اعتبار أن القوى الأحزاب السياسية
هناك تفاهمات، هناك ايديولوجيات معينه، هناك ثوابت، لكن العقل الجمعي الذي يتوافر لدى الرأي العام من الصعب السيطرة عليه، وبالتالي حركة الشارع وحركة المكون هي حركة عفوية، حركة غير منظمة، وبالتالي نحن نخشى أي قرار سياسي يصدر فيما يتعلق بموضوع منصب المحافظ سوف يكون هناك لربما رد فعل جماهيري. والدليل على ذلك عندما ذهبت قوى الأحزاب السياسية بغض النظر إن كانت عربية وكردية وتركمانية وذهبت إلى السيد محمد الشياع السوداني، هي جعلت من السيد محمد الشياع السوداني أن يكون هو الضامن لأي اتفاقية، وحتى وإن تم تنصيب محافظ لكركوك سواء كان من العرب أو الكرد أو التركمان، فإن الحكومة الاتحادية سوف تكون هي المسؤولة. نعتقد أيضا أن مبادرة السيد محمد الشياع السوداني أنطت رسالة واضحة لأهالي كركوك عرب وكرد وتركمان، وتحديدا العرب، يعني حتى يكون واضح بأن كركوك محافظ عراقية، وعليكم أن لا تخشوا من أي محافظ إن كان عربي أو كردي أو تركماني. وأيضا أن سلطة القانون سوف تكون حاضرة، على اعتبار أن المكون العربي ينظر إلى بغداد، كلما كانت حاضرة في كركوك كلما كانت كركوك آمنة ومطمئنة ومستقرة. وبالتالي أعتقد مثل ما أسلفت أن دخول السيد محمد الشياع السوداني على خط الأزمة وبقبول سياسي عربي كردي وتركماني، أعتقد هذا هو الشيء الجيد والإيجابي، على اعتبار أننا إذا استطعنا كقرار سياسي عربي وقرار سياسي كردي وقرار سياسي تركماني أن نقبل بنظرية أو فرضية الحكومة الاتحادية وعلى رأس السيد محمد الشياع السوداني، سوف أيضا نقبل بالحل الذي سوف يصدر من بغداد، وهذا الشيء مفرح. بالتالي مثل ما أسلفت أن القوى والأحزاب السياسية تخشى أن تعلن عن أي اتفاق، على افتراض إن كان هناك اتفاق يجرى خلف الكواليس، تخشى من رد الجماهير عليها. لكن أعتقد القوى والأحزاب السياسية تنتظر أن هذا الاتفاق يعلن من بغداد من قبل الحكومة الاتحادية، حتى تكون في منأى عن هذا الاتفاق، وأن ما حدث في بغداد وبعلم الحكومة الاتحادية، وأن الحكومة الاتحادية هي راعت هذا الاتفاق. فبالتالي عليكم أهل كركوك أن تتقبلوا القرار الذي صدر من بغداد. نعم، بالتالي الرأي العام له تأثير، والكل يخشى موجة الرأي العام والتي من الممكن أن تكون ضد هذه الأحزاب السياسية. سيد سوران، طبعا نحن من منبر قناة كركوك وأيضا من برنامج بصراحة، باعتبار ضيفي عربي وضيفي كردي، سوف أتحدث أيضا بلغة المسيحي والتركماني لكي نجمع الجميع، كونهم لا يوجدون أو غير موجودين الآن في هذه الحلقة. ما الضير أن يكون المحافظ مسيحي سيد سوران أو حتى تركماني، بغض النظر عن نتائج الانتخابات، إن كان سوف يخدم وإن كان سوف يتوافق مع الجميع. وأيضا بالتالي في بعض الأحيان نرى بأن الكردي أو العربي يقول أنا من جئت بالأصوات الأكثر. طيب، لي نأخذ رأي آخر في بعض الأحيان وأضعها ما بين هلالين، فلندع الأخ الأكبر يعطي فرصة للأخ الأصغر، وبالتالي هو يكون سنده وظهره في إدارة المحافظة. نعم، أنا أبدأ من كلام الأستاذ عزام عندما قال مثلا السياسيين الآن يعني لا يستطيعون أن يخالفوا رأي الشارع، لأنه نعم. الشارع العربي تعود على أن يكون المحافظ عربي وإن تغير المحافظ الآن لو يعني ذهبنا إلى ما يريده الشارع العربي سوف نرسخ أعتقد هذا التصور، وهذا التصور الخاطئ لأنه سوف يعتبر هذا حق تاريخي وحق موروث، يعني موروث وتقليدي. يعني يجب أن يكون المحافظ في كل الدورات عربي، كما يعني هي رئاسة المجلس ورئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان. هذا أعتقد هذه مسألة خاطئة. أما بالنسبة لي يعني نحن أجرينا انتخابات. نعم. أنا أقول أجرينا انتخابات، هذه الانتخابات هي ديمقراطية، هي التي ترسم شكل الإدارة. يعني عندما يكون المحافظ مثلا كردي، يعني هل تتصور بأنه التركماني سوف لن يذهب إلى الدائرة أو لا يستطيع أن يداوم في وظيفته أو لا يستطيع تسنم منصب كبير في أعتقد بأنه المسألة أكبر من أنه نوزع المناصب.
نعم يجب عدم احتكار المناصب، أنا مع هذا. يعني عندما يعني ليس في هذه الدورة الانتخابية، لنقل بعد 10 سنوات هناك دورة انتخابية. يعني إذا العرب حصلوا على أكثر من 9 مقاعد أو 8 أو 11 10 مقاعد، هل سيكون المحافظ ورئيس المجلس ونائب المحافظ وكله من العرب؟ يعني بما أنهم هم حصلوا على هذا الخطأ. يجب أن يكون يعني أكثر المناصب الموجودة للذي حصل على أكثر المناصب، أكثر المقاعد، والتوزيع حسب توزيع المناصب في كركوك ولكل الأطياف، التركمان، العرب، يعني حتى لو كان هناك مسيحي واحد في كركوك له الحق أن يكون له صوت. أنا رأيي. أما بالنسبة للتركمان أيضا يعني لا ضير في أن يكون، لكن يجب أن يكون هناك اتفاق سياسي. الاتفاق السياسي بين الأطراف السياسية هي التي تؤدي أن محافظ يكون عربي، محافظ يكون تركماني، محافظ يكون كردي، محافظ يكون مسيحي. ولكن أنا عندي ملاحظة واحدة فقط. نعم. ربما طريقة إدارة هذه الحوارات بالنسبة لرئيس الوزراء هو تدخل رئيس الوزراء كان شيء ليس فقط إيجابي، رائع. نعم. لأنه قطع الطريق عن التدخلات الخارجية. هاي أهم نقطة. ولكن كان من الأفضل أن يعين محافظا غير عربي وغير كردي وغير تركماني، لأن الآن العربي يستطيع أن يتحكم، يؤخر المفاوضات لأنه هو في المنصب. عندما يكون المحافظ غير عربي وغير كردي وغير، الجميع سوف يحاولون التوصل إلى حل. نعم. بقاء السيد المحافظ وكالة الآن في مكانه سوف يضر بعملية أعتقد المفاوضات. نعم. ولن نتوصل إلى حل. نعم. نعم. دعني أنقل وجهة نظر مغايرة للسيد سوران وأيضا للسيد عزام بخصوص رعاية رئيس الوزراء للمفاوضات في محافظة كركوك فيما يخص إدارة الأزمة في محافظة كركوك. البعض الآخر ووجهة نظر أخرى تعتبر هذا تدخل من الحكومة الاتحادية في رسم خارطة إدارة محلية في محافظة مهمة مثل محافظة كركوك، وبالتالي تدخل من الحكومة الاتحادية في الحكومة المحلية في كركوك. ونحن نعيش في زمن لا مؤسساتي مؤسساتي ولكن لا مركزي، فبالتالي هناك اتهام للحكومة الاتحادية بإدارة هذه المفاوضات بمنأى عن المحافظات الأخرى. لا، هذا اتهام سياسي. كركوك محافظة عراقية وبالتالي هي تخضع لرقابة وإشراف الحكومة الاتحادية، وبالتالي نعم. السيد رئيس الوزراء والحكومة الاتحادية وحتى الحكومات السابقة لها حق الولاية على محافظة كركوك وعلى أي محافظة عراقية. نعم. أعتقد مجرد ادعاءات سياسية الغرض منها تقزيم الحكومة الاتحادية وتشويه صورة الدولة العراقية. نحن كعراق أيضا تدخل إيجابيا يعني في هذه نعم. المسألة، لم يتدخل لا, يعني لا شك بشكل سلبي، لا بالعكس، هو تدخل من أجل لدفع المفاوضات إلى الأمام وحل وتطميد جميع الأطراف. يعني هل تعلم بأن جميع الأطراف مطمئنين من تدخل رئيس الوزراء نعم. في هذه المسألة؟ فلا شك أنه الحكومة الاتحادية مقبولة في كركوك. ثم أيضا آخر، حتى تلك الأحزاب، حتى تلك الأقوال السياسية التي تتهم الحكومة الاتحادية تتلقى رواتبها من الحكومة الاتحادية بغض النظر عن طبيعة مسمياتها. لكن علينا نتفق بأن هناك اتفاق لربما إقليمي محلي دولي دائما يسعى إلى أن لا تكون في العراق دولة قوية، أن تكون حكومة قوية. السيد محمد الشياع السوداني عندما شعر أن هناك شبه تدخلات خارجية لموضوع كركوك هو ذهب إلى إطلاق هذه المبادرة حتى يقطع الطريق أمام تلك التدخلات الخارجية. مثل ما أسلفت، فلسفة السيد محمد الشياع السوداني هي فلسفة بعيدة عن تلك الأحزاب والقوى السياسية. فلسفته قائمة على أساس أن الدولة يجب أن تكون حاضرة في جميع مؤسسات الدولة وفي جميع
زقت المحافظات العراقية الاجتماعية والتنظيمية والسياسية والجماهيرية على اعتبار أن الدولة يجب أن تكون حاضرة. وتلك القوى الأحزاب السياسية أيضا بدأت تدرك أن من الواجب عليها أن تدعم حكومة السيد محمد شياع السوداني حتى لا تتهم أنها هي معرقلة. والدليل على ذلك أن نجد أن كل القوى الأحزاب السياسية متفقة على دعم حكومة السيد محمد شياع السوداني حتى تتجنب المسؤولية في أنها سبب في خلق الفوضى. لكن مثل ما أسلفت صفة الكمال قد تكون غير كاملة، وبالتالي لابد أن تخرج أصوات سياسية ما بين حين وآخر لتقزيم عمل الدولة. لكن نحن في كركوك عرب وكرد وتركمان وبجميع القوى الأحزاب السياسية هي مطمئنة لمبادرة السيد محمد شياع السوداني وقبلت بتلك المبادرة، والكل حضر على الطاولة التي نعم. وهذا شيء مفرح وعظيم. كأول مرة تتفق الأحزاب فيما بينها على أن هذه المبادرة هي تطمين للجميع، وبالتالي يكون الحكم أو القاضي مقبول وتقبل بأن يترأس الجلسة وعلى طاولة مستقيمة. تطرق سيد السوراني إلى مسألة الأرقام في نتائج الانتخابات. بالتالي هي الانتخابات عملية رقمية ونتائج، وبالتالي من يحصد أعلى المقاعد سوف يكون له أعلى المنصب في أي محافظة. لكن في محافظة كركوك لم أحد يحصل على النصف زائد واحد لكي يشكل هذه الحكومة أو لكي يكون له الصورة الأكبر بشكل واضح للعلن. فبالتالي سوف يلجأ الجميع إلى مسألة التوافقات لكي تكون المعادلة وبالتالي الانطلاقة إلى الإدارة المحلية. التوافقات فيما يخص المكون العربي سيد عزام، كيف هي التوافقات مع المكون العربي داخل الكتلة العربية؟ يعني لا شك سيد عمار، نظام الأغلبية في العراق هو نظام مفقود. لا توجد في العراق أغلبية سياسية. رئاسة الجمهورية على سبيل المثال منحت للاتحاد الكردستاني في حين الديمقراطي يشكل أغلبية عددية. نعم. السيد العبادي كان لا يمتلك مقاعد في حين كان السيد المالكي يمتلك مقاعد. السيد محمد شياع السوداني لا يمتلك 3 أو 4 مقاعد في حين منحت رئاسة وزراء للسيد محمد شياع السوداني. لا يوجد في العراق أغلبية، وإنما هناك يوجد حالة من التوافق. وبالتالي هذه الحالة العراقية وحتى السيد الكاظمي وكل الحكومات السابقة يعني وحتى رئاسات الجمهورية وحتى رئاسة البرلمان السيد محمد ركان حلبوسي في عام 2018 كان لا يمتلك أغلبية في حين تم تنصيبه أنه هو رئيس البرلمان. أعتقد ونجزم بأن الأغلبية في العراق لا توجد. هناك توجد حالة من التوافقية، والتوافقية هي كحل لكون العراق هو بلد أعراق وبلد عقائد ومن المكونات. في كركوك كذلك الحالة واحدة. أيضا في كركوك لا يمكن أن نقول أن هناك أغلبية، هناك توافق. وبالتالي لا يستطيع الكرد ولا يستطيع العرب ولا يستطيع التركمان أن لابد أن يندمجوا حتى يشكلوا حكومة وطنية في كركوك. أما أن يستفرد الكرد والعرب في تشكيل حكومة سوف لن يقبل التركمان بهذا. حالة التوافقية من تقرر، والبيت العربي لا شك سوف يتوافق ومتوافق فيما بينه كذلك. وحتى وإن افترضنا سلبا أن هناك خلافات داخل البيت العربي فالخلافات أيضا موجودة داخل البيت التركماني والبيت الكردي، على اعتبار أنه هو العراق هو بلد القرارات وبلد بلد الأعراق وبلد مكونات. وبالتالي مثل ما أسلفت نحن كبيت عربي فينا سنة وشيعة، وهذا دليل أن هناك لربما خلاف. هناك أيديولوجيات مختلفة، حتى البيت التركماني فيهم سنة وشيعة، وحتى البيت الكردي فيهم سنة وشيعة وفيهم أحزاب. بالتالي هو الخلاف قائم موجود. لكن أعتقد القضايا المصيرية تتفق وتجزم وتعمل من تلك القوى الأحزاب السياسية أن تختار قرار وطني موحد. خليني أنتقل بالسؤال الأخير إلى سيد سوران. التوافقية هي من تحكم، بالتالي ممكن أن نشهد محافظ لكركوك خارج هذه الأحزاب، وبالتالي يكون بصيغة مرضية لكافة الأحزاب في محافظة كركوك كحكم ومرجع، كما اتفقت الأحزاب على أنه السوداني الجميع متفق عليه وأدار الأزمة بشكل عام. هل ممكن الأحزاب أن تتفق أو تقبل بمرشح من قبل السيد السوداني لإدارة محافظة كركوك، وبالتالي قد يكون تنازل عن استحقاقها الانتخابي كما ترى تلك الأحزاب؟ يعني أنا أولا صحيح هناك التوافقات
ولكن المسألة مغايرة بغداد وكركوك. مثلا نعم. مثلا رئيس الجمهورية لماذا هو من الاتحاد الوطني الكردستاني؟ علما مقاعد الحزب الديمقراطي أكثر. هناك اتفاق سياسي مسبق بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي في كردستان، في اقليم كردستان، بان رئاسه الوزراء في اقليم كردستان وللديمقراط الكردستاني، ورئاسه الاقليم للديمقراط الكردستاني، في المقابل رئاسه الجمهوريه اللي هو للكرد في بغداد. اما اسالك ان كانت هناك، صحيح هناك توافقات والسوداني، ولكن هل يمكن لعربي سني ان يكون رئيسا للوزراء في بغداد؟ لأن الشيعة هم الأقوى وهم أصحاب المقاعد الأكثر في مجلس النواب العراقي. وهل يمكن للكردي أن يكون رئيسا للبرلمان؟ في السابق كان هناك، لكن هذا ليس توزيع للمناطق، هي قوة المكان. رئيس الجمهورية أعتقد صحيح هو رئيس رمز، ولكن هل صلاحيات رئيس الجمهورية مثل صلاحيات رئيس الوزراء؟ بالطبع لا، رئيس الوزراء أقوى. لماذا لا يعطون مثلا رئيس الوزراء للكرد إن كان هناك توافقات؟ ولماذا لا يكون رئيس مثلا أحد اخواننا من الشيعة، عذرا لهذه التسميات، هو رئيسا للجمهورية؟ لأنه رئاسة الوزراء هو منصب أقوى، لذلك نعم. لأنهم حصلوا على أكثر المقاعد. أنا هذه قصدي. ولكن في كركوك يعني أنا أقول التاريخ ربما اليوم كردي وغدا عربي وبعد غد في 20 ثانية سيد سوران، هناك انفراجة قريبة ترى النور إدارة محلية جديدة في محافظة كركوك، طال انتظارها من قبل الشارع في محافظة كركوك. بالنظرة الواقعية للاتحاد الوطني الكردستاني والكرد أعتقد سوف يكون هناك انفراجة. نعم. سيد عزام، في كلمة أخيرة، انفراجة قريبة أم سنذهب إلى أشهر أخرى وبالتالي هناك مماطلة ومفاوضات وجلسات أخرى مع رئيس الوزراء؟ يعني لا شك سيد محمد الشياع السوداني ينتظر ورقة نهائية موقعة من جميع القوى والأحزاب السياسية. نحن كمكون عربي مع الحل، ولكن بشرط أن يكون هذا الحل حل قربكم مع الحل. هناك انفراجة قريبة أو لا؟ يعني انفراجة ليست قريبة وإنما بعيدة نوعا ما، تلوح في الأفق. تلوح في الأفق وموجودة لكن نوعا ما بعيدة. نعم. السيد عزام الحمداني القيادي في تحالف عزم، أشكرك جزيل الشكر لانضمامك إلينا في أول حلقات برنامج بصراحة، ضيفا عزيزا علينا، نشكرك جزيل الشكر. وأيضا السيد سوران الداوودي عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، أشكرك جزيل الشكر، ضيفا عزيزا علينا في أول حلقة من برنامج بصراحة، وأكيد سوف نتواصل معكم ومع ضيوف آخرين لتكملة الحوارات فيما يخص محافظة كركوك ومجمل الأوضاع العامة في العراق. أيضا مشاهدينا الكرام، الشكر موصول إليكم، تحياتي وتحيات فريق العمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.